تمشي كرة أمامية. اضغط يا يوسف، اضغط يا يوسف. هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. ارفع راسك أنت مغربي، ارفع راسك أنت مغربي. عليها عليها، محلاها الراية المغربية. عليها عليها، محلاها الراية المغربية. 1-0. المغاربة يستسدون، المغاربة يسجلون، المغاربة في دار المدافعين. يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول. الله أكبر، جول مغربي، جول مغربي. التاريخ يكتب من جديد، التاريخ يكتب من جديد. يوسف نصيري، الله ينصرك يا نصيري، الله ينصرك يا نصيري. ينصر دينك يا نصيري على الجول، ينصر دينك. كرة على الجهة اليسرى في خطيرة، هذه الكرة خطيرة. صعبة هذه الكرة في نهاية المطاف في الشباك، في نهاية المطاف في الشباك. هدفان مقابل هدف واحد أعتقد. أسود الركراكي كتبوا أسمائهم لحدود الساعة بمداد من الفخر والاعتزاز في كتاب التاريخ. أدائهم الرجولي والقتالي المتميز، اللاعبين اللي فزقوا التوني باش يدخلوا السعادة والسرور ويرسموا الابتسامة على كل المغاربة في جميع بقاع العالم. نقطة واحدة كافينا باش نتأهلوا لدور الثمن النهائي من المونديال، نقطة ما غيكونش من السهل تخطفها من أنياب الكنديين المتعطشين لكتابة التاريخ بدورها رغم خروجها المبكر من البطولة. كندا اللي كتقلب على إنجاز تستعد به للمونديال القادم، واللي غيكون على أرضها وأرض شريكتها أمريكا والمكسيك من هنا 4 سنين. الكوتش والد والطاقم ديالو بداو في تحضير للاحتفال بنصر جديد للكرة الوطنية المغربية. هذا التأهل غادي يساهم في ضخ مبالغ مالية إضافية من الفيفا في حساب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وعلى حسب قوائم الفيفا فكل منتخب كيتأهل دور الثمن النهائي فكيحصل على مبلغ قيمته 13 مليون دولار، أي أكثر من 13 مليار سنتيم مغربية. وفي حالة تجاوز المنتخب دور الثمن فراه غادي يعطيو لكل المنتخبات المتأهلة مبلغ قيمته 17 مليون دولار. أما بالنسبة للأربع المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي فصاحب المركز الرابع غادي ياخد 25 مليون دولار، والثالث غادي ياخد 27 مليون دولار، والوصيف على 30 مليون دولار. أما البطل اللي غيفوز بكأس العالم قطر 2022 فغادي ياخد 42 مليون دولار. أما المنتخبات اللي تقصات من دور المجموعات فغادي يستافدوا من 9 مليون دولار. وغير للتذكير بأن الفيفا سبق وعطى لجميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر وعددها 32 منتخب مبلغ 1,500,000 دولار لكل واحد منهم باش يستعدوا للبطولة العالمية بقطر. وبالإضافة لداكشي اللي قلناه كامل فالتأهل للدور القادم غادي ينعش ميزانية الجامعة، كذلك بموارد إضافية من خلال عقود الإشهارات وشركات جديدة بشروط مهمة. كان معكم عمر من قناة سكاي مغربيا سبور. ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتعطينا الرأي ديالك في التعليقات.